النصر يفوز على استقلال في دوري ابطال اسيا 3-1. مباراة قوية من جانب النصر. تقاعس النصر في بداية المباراة، ولكن النصر بشخصيته، النصر بالاسامي الموجودة، قدر يحسب المواجهة لصالحه وقدر يتصدر مجموعته في دوري ابطال اسيا برصيد 6 نقاط، العلامة الكاملة ما شاء الله من ماتشين 6 نقاط. في البداية النصر بيستقبل هدف في اخر احداث الشوط الاولاني، هدف عكس سير اللقاء، هدف غريب، هدف بعد خطأ دفاعي قاتل وخطأ كبير جدا من حارس مرمى النصر. ما عرفش يتعامل مع الكرة اللي كانت ضعيفة جدا، وكان يقدر يمسك الكرة، ولكن الكرة بتعدي منه ويتقدم استقلال بالهدف الاولاني عشان المباراة تتصعب على النصر بشكل كبير. لعيبة استقلال كانوا بيضيعوا الوقت بشكل كبير جدا في الشوط الاولاني. كريستيانو كان بيتضايق، تاليسكا كان بيتضايق، الامور كانت في بعض العصبية شوية في المباراة. ولكن في الشوط الثاني وفي 10 دقائق بالظبط، 10 دقائق بالتمام والكمال، بيقدر نادي النصر انه يجيب 3 اهداف. هدف عن طريق الاسطوره كريستيانو رونالدو كما هي العاده، وهدفين للنجم المتالق مؤخرا والنجم الكبير اللي فارق كتير جدا في هجوم نادي النصر تاليسكا بيجيب هدفين ورا بعض بشكل هايل جدا. تاليسكا فارق كتير جدا ما شاء الله مؤخرا، كمان منذ عودته من الاصابه راجع جاهز بشكل كبير، راجع واقف على رجله، راجع فارق في كتيبه النصر الهجوميه ومنظومه النصر الهجوميه بشكل كبير، ومشكل ثنائي رائع جدا مع كريستيانو رونالدو. والنصر بيحسم المواجهه بشكل هايل وبياخد العلامه الكامله. النصر ما شاء الله حاله تركيز كبيره جدا منذ التعثر في بدايه الموسم في اول ماتشين في الدوري. النصر بعد اول ماتشين ما شاء الله سلسله انتصارات متتاليه بشكل كبير، وبيقدم كوره راقيه وكوره هايله جدا. بعض الاخطاء الدفاعيه اللي بتظهر احيانا وبعض اخطاء حارس المرمى، غير كده نادي النصر من افضل الفرق اللي بتلعب كوره في المملكه العربيه السعوديه وفي دوري روشن. هو نادي النصر مقدم اداء هايل جدا. النصر زي ما قال اوتافيو في تصريحات امبارح، النصر عينه على دوري ابطال اسيا بشكل كبير جدا هذا الموسم. تصدر المجموعه، مجموعه مش سهله، مجموعه قويه، ولكن النصر ماشي بخطوات جيده وماشي بخطوات ثابته بشكل هايل جدا. بيحسم المواجهه النهارده لصالحه. مبروك لكل جماهير النصر، وان شاء الله القادم افضل وافضل لنادي النصر.